الفنانة سامية جمال هي بطلة حلقتنا النهاردة، وقصتها تشبه قصة السندريلا اللي عاشت وعانت من قسوة مرات الأب، وحولتها لخادمة بدل بنت صاحب البيت. وكانت سامية جمال عايشة حياة مستقرة مع والدتها ووالدها، وبعد وفاة والدتها وهي عندها 8 سنين والدها قرر ان هو يتجوز، وتم نقله للقاهرة. وعانت من زوجة الأب وقسوتها، ففكرت انها تهرب وتعيش مع اختها المتزوجة، وفعلا نفذت وعاشت مع اختها، بس حاولت ان هي تعيش ما عرفتش وهربت تاني، فلجأت لكازينو بديعة مصابني وعلشان تدربها على الشغل، وكمان اعجبت بيها وبسمرها وبرشاقتها، فسمحت لها وادتها الفرصة ان هي تشتغل راقصة لوحديها كمان في الفرقة. لكن سامية جمال فشلت، وساعتها طلبت من بديعة مصابني ان هي تديها فرصة تانية، وأجرت واحد ان هو يعلمها الرقص وتديله 10 جنيه. وبعدها أشعلت سامية جمال المسرح برقصها، لكن نجحت المرة دي. وقررت بديعة مصابني ان هي تديها اجرها 12 جنيه في الشهر، وبعد فترة زاد اجرها ل 18 جنيه لتصبح من اغنى الراقصات في الفترة دي. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، ونرجو من حضراتكم دعمنا بلايك للفيديو، وكمان اشتراك في القناة، ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة.